ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى وصفة خطيرة جدا هتعجبكم جدا. طعمها جميل حلو قوي للولاد في اللانش بوكس في المدرسة، وتنفع كمان في العزومات والأعياد الميلاد. جالنا ضيوف ممكن نقدم لهم حاجة جديدة كده وشكل جديد وطعم كمان خطير. عايزة اقول لكم طبعا انها مليانة فوائد كتيرة بقى، فيها البروتين، فيها الكالسيوم، فيها فيتامين د طبعا موجود في البيض. طعمها خطير جدا هتعجبكم. يلا نشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا فرخة انا خليتها بس ما خدتهاش كلها، اخدت منها نص الصدر، يعني ربع فرخة يعني، وكمان 2 ورك، بس هو تقريبا يعني حوالي 700 جرام او 650 جرام. جبت الكبة بقى وفرمتها كويس جدا ونعمتها خالص زي ما انتوا شايفينها كده، لازم تكون ناعمة عندي خالص. وبعد كده هضيف بقى بيضة، هضيف التوابل بتاعتي، ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ. لو حابين تحطوا برضو بهارات كفتة ممكن نحط برضو بهارات كفتة. ما ضفتش هنا بصل علشان البصل ممكن يخليها تفرول مني وما تبقاش متماسكة. جبت بقى عندي الاكياس الحرارية طبعا عشان هتدخل في تتعرض للنار، فما نحطهاش في الفويل كده على طول، نحطها في اكياس حرارية. بعد كده بفردها على شكل مستطيل، بحط شوية جبنة موتزاريلا، وجبنة الموتزاريلا اختياري هنا، ممكن ما نحطش. وبعدين بسلق بيض، بكون عندي بيض مسلوق طبعا، وبحطه وبقفل عليه بالرول كده من الجناب كويس جدا، وبلفه جامد قوي. وبعد كده بجيب بقى عندي الفويل، هبتدي الف الرول كويس برضو، ولازم اقفله حلو قوي لان طبعا هتتحط في مية، فمش عايزة المية تدخل جواها. انا لفتها مرة وهلفها مرة كمان بالعرض، مرة بالطول ومرة كده بالعرض، واقفلها حلو قوي. هجيب كمان برضو كيس تاني حراري وادخله واقفله بقى قفلة حلوة كده. وبجيب عندي الحلة وبحط فيها ورق لوري عشان برضو تبقى مدياها ريحة حلوة، وبرفعها على النار حوالي نص ساعة. نص ساعة كانت استوت بقت حلوة. كانت بقى عندي حبة كده وكانت في بيضة برضو مسلوقة، قلت اجربها كده واحطها في الاير فراير، طلع جميلة برضو. وبرضو حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده واستوت، ما خدتش وقت. عندي هنا بقى طلعت هنا الرول بعد ما استوى، سبتها طبعا في التلاجة تبرد عشان ما تبقاش سخنة، سبتها في التلاجة حوالي نص ساعة. وبعد كده بقى هبتدي احمرها بمعلقة زبدة على زيت، طبعا الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش، واحاول احمرها. وممكن تتاكل كده من غير تحمير برضو هتبقى حلوة، بس تحمرها بقى علشان يبقى شكلها جميل. بحمرها طبعا، بقلبها من الجناب لغاية ما تحمر كلها. دي بقى اللي كانت في الاير فراير، هبتدي بقى اقطعها. شكلها جميل بقى خطير، شكلها كده يفتح النفس، حلوة جدا وتعجب الولاد، وكمان مغذية. ودي كمان الرول، شايفينها متماسكة ازاي وحلوة جدا، يعني مش مفرولة خالص ومتماسكة. عايزاكم بقى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم، تكتبولي في الكومنتات. بجد جميلة جدا، واحنا كمان اتغدينا منها. ممكن تنفع بقى، ممكن ناكلها مع اي اكلات، ممكن في الفطار عشاء، وممكن برضو في الغدا مع مع مكرونة، مع اي اكلة احنا عاملينها.
كلها طبعا فيتامينات ومعادن وفيتامين د وكالسيوم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وياريت تشرفوني على الصفحة. باي باي.